تعرف على انطباع كولر الحالي على الصفقات حتى الآن: أشرف داري، عمر الساعي، يحيى عطية الله، يوسف أيمن. انطباع كولر حتى الآن عن صفقات النادي الأهلي: راضي ولكن ليس بشكل كامل. كولر شايف ان برحيل عبد المنعم بعد تعاقد الاهلي مع اشرف داري ويوسف ايمن كده خلاص النادي الاهلي نجح في تعويض رحيل عبد المنعم، خاصة وان كولر مقتنع بشكل كامل باشرف داري. نيجي بقى ناحية علي معلول، بعد اصابته كان متمسك بشدة بضم يحيى عطية الله دون غيره، عشان كده كان مبسوط جدا بضم عطية الله. عمر الساعي هو اللاعب المصري الوحيد اللي كولر وافق عليه انه يجي النادي الاهلي، عشان كده كولر مبسوط من ضم عمر الساعي، لانه شايف ان طريقة لعبه مع التطوير هتكون شبه حمدي فتحي. طب دلوقتي كولر بقى عاوز ايه؟ كولر عاوز لاعب اجنبي جديد يكون بيلعب في مركز الجناح ومركز المهاجم، علشان بكده يكون راضي بنسبة 100% عن الميركاتو.